1833. جريدة نيويورك سان. بالظبط. الفكرة اللي غيرت كل حاجة كانت عبقرية جدا وبسيطة في نفس الوقت، إن المكسب الحقيقي مش في بيع الجورنان للقارئ. لا، المكسب في بيع انتباه القارئ نفسه للمعلنين. القارئ هو اللي بقى المنتج. وهنا بقى كل حاجة اتغيرت. المنافسة ما كانتش على مين بيقدم صحافة أفضل، لا، المنافسة بقت على مين يقدر يشد الانتباه أكتر وبأي شكل. حتى لو المحتوى نفسه جودته قليلة. أكيد. هو ده اللي واحد من المصادر بيسميه سباق نحو القاع. المحتوى لازم يكون مثير أكتر، صادم أكتر، عشان بس الناس تبص عليه. وده نفس المنطق اللي شايفينه دلوقتي بالظبط. في تحليلنا النهاردة هنفتح مع بعض كتاب مهم جدا لتيم وو اسمه تجار الانتباه. هنغوص في صفحاته عشان نفهم حكاية غريبة، حكاية إزاي انتباهنا أغلى حاجة بنملكها اتحول لواحدة من أهم السلع في العالم، وإزاي من أكتر من 150 سنة ولحد النهاردة في صناعة كاملة قايمة على فكرة واحدة، إنها تحصد انتباهنا وبعدين ترجع تبيعه تاني. خلينا نسأل سؤال يمكن كلنا بنحس بيه. عمرنا حسينا إن التركيز بقى معركة يومية؟ إننا بنصارع عشان بس نركز في الحاجة اللي مفروض نعملها؟ لو الإحساس ده مألوف، في الكلام اللي جاي ده هيفسر كتير. الإحساس ده مش مجرد إرهاق أو قلة نوم، لأ، دي قصة ليها أصل وفصل، وهي دي قصتنا النهاردة. اللي بنعيشه دلوقتي الخبراء بيسموه اقتصاد الانتباه. تخيلوا معايا كده سوق كبير جدا، بس البضاعة اللي فيه مش عربيات ولا أكل. البضاعة اللي بتتباع وتتشرى فيه هي انتباهنا، وقتنا وتركيزنا. ولما نفهم ده بنعرف إن إحساس التشتت اللي عندنا ده مش مشكلتنا لوحدنا، لأ، ده نتيجة مقصودة لتصميم نظام اقتصادي عملاق هدفه الأول والأخير هو إنه يشد انتباهنا بأي طريقة ممكنة. طيب إيه خطتنا في الرحلة دي؟ الأول هنشوف إزاي انتباهنا بقى معروض للبيع زي أي سلعة. بعدها هنركب آلة الزمن ونرجع لورا قوي عشان نعرف الحكاية دي بدأت منين بالظبط. بعدين هنشوف إزاي الحرب دي ولعت وبقت شرسة أكتر مع الوقت. ونبص بصة سريعة على المستقبل اللي ممكن يكون أغرب من أي فيلم خيال علمي. وفي الآخر هنسأل أهم سؤال، هو كل ده تمنه؟ يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. انتباهك معروض للبيع والمنتج هو إحنا. طيب إيه هي الخلطة السحرية دي؟ بصراحة هي فكرة بسيطة جدا، بس في نفس الوقت عبقرية وشغالة بقالها قرون. المعادلة بسيطة، ادي للناس محتوى يحبوه ببلاش، أي حاجة، أخبار، مسلسلات، فيديوهات. لما يتلموا حواليك ويبقى عندك جمهور كبير تروح تبيع وقتهم وتركيزهم ده للمعلنين. المنطق البسيط ده هو اللي بنى عليه إمبراطوريات إعلامية ضخمة من أيام الجرايد الورق لحد السوشيال ميديا وتطبيقات الموبايل النهاردة. وده ياخدنا للجزء التاني، لحظة ميلاد البيزنس ده كله، ثورة صحافة البنس. عشان نفهم الثورة دي عملت إيه، لازم نتخيل الوضع كان عامل إزاي زمان. الجرايد كانت حاجة بتاعت الأغنياء وبس، كانت غالية وكلامها كله عن السياسة والبورصة وحاجات تهم النخبة. وفجأة ظهرت حاجة اسمها صحافة البنس، جورنان كامل ببنس واحد بس، أي حد ماشي في الشارع يقدر يشتريه. والأهم المحتوى بتاعه كان بيتكلم عن الناس وللناس، قصص جرايم، حكايات مثيرة، قضايا إنسانية. ده ما كانش مجرد تغيير، ده كان انقلاب كامل في عالم الإعلام. الراجل اللي ورا الفكرة دي بنجامين داي عمل حاجة محدش كان يتخيلها وقتها. قرر إنه يبيع الجورنان بتاعه بخسارة. أيوة، بخسارة. أي حد بعقله يقول إن ده طريق الإفلاس، بس عبقريته كانت إنه شاف اللي محدش شافه. كان عارف إن الخسارة الصغيرة دي هي الاستثمار الحقيقي، هي الطعم اللي هيصطاد بيه جمهور بالملايين، وبعد ما يجمع الناس دي كلها يبيع انتباههم للمعلنين ويكسب أضعاف. ومن هنا المنتج الحقيقي ما بقاش هو الجورنان، المنتج بقى هو القارئ. وهنا بقى بدأت اللعبة تتغير للأسوأ. لما المحتوى يبقى ببلاش، المنافسة مش بتكون على مين يقدم أحسن جودة، لأ، المنافسة بتبقى على مين يخطف العين الأول، مين يعمل ضجة أكبر. وده اللي الكاتب بيسميه السباق نحو القاع. المنشطات اللي بتصرخ، الفيديوهات اللي كلها إثارة، الخناقات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، كل ده نتيجة مباشرة للسباق ده على جذب انتباهنا بأي شكل. ولو عايزين مثال يوضح الفكرة دي، تعالوا نسمع الحكاية دي. سنة 1835 نفس الجريدة نيويورك سان نزلت سلسلة مقالات بتقول إنهم اكتشفوا، استعدوا للمفاجأة، رجال خفافيش عايشين على القمر. طبعا القصة كلها كانت كدبة في كدبة، بس عملت اللي هم عايزينه وزيادة. التوزيع ضرب في السماء. وده بيورينا من زمان قوي إن في السباق ده عشان نكسب الانتباه مفيش حاجة اسمها مبالغة. طيب من صحافة البنس إيه اللي حصل بعد كده؟ هنا ندخل الجزء الثالث. الحرب على العيون بتولع أكتر، من البروباغندا لوقت الذروة.
لو بصينا على الخط الزمني هنلاقي الموضوع عمال يتصاعد. بدأنا مع الدعاية الضخمة في الحرب العالمية الأولى، وبعدها في العشرينات الراديو اقتحم البيوت واخترع لنا فكرة وقت الذروة، ولحد ما وصلنا للخمسينات وبدأ أول تمرد من الجمهور ضد المد الإعلاني. الحرب العالمية الأولى كانت نقطة تحول حقيقية. الحكومات اكتشفت فجأة إن بوستر واحد في الشارع ممكن يجند جيش كامل. لما الشركات الكبيرة شافت القوة دي، نظرتها للإعلانات اتغيرت 180 درجة. الإعلان اتحول في نظرهم من حاجة عيب أو مش لائقة لأقوى أداة ممكن يستخدموها في السوق. وبعدها دخل لاعب جديد الملعب، الراديو. الراديو عمل حاجة ما كنتش ممكنة قبل كده، دخل جوه البيوت وقدر يجمع ملايين الناس في نفس اللحظة. برنامج واحد زي أموس وأندي كان بيخلي 40 مليون بني آدم يسيبوا اللي في إيديهم ويقعدوا في صمت يسمعوا كل يوم في نفس الميعاد. المعلنين هنا حسوا إنهم اكتشفوا منجم ذهب، وللأول مرة خلقوا طقس جديد اسمه البرايم تايم. بس طبعاً الناس مش هتسكت على طول. مع كل الإعلانات دي بدأ الزهق يزيد، وهنا ظهر أول سلاح للمقاومة، الريموت كنترول. شركة زينف اخترعته مخصوص عشان الناس تقدر تقتل الإعلانات اللي بتضايقهم بضغطة زرار واحدة. ودي كانت بداية الحرب الباردة بين اللي بيعمل الإعلان واللي بيتفرج عليه، حرب لسه شغالة لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دي. ودلوقتي تعالوا نسيب الماضي ونبص على المستقبل، أو يمكن الحاضر اللي خلاص على وشك يبدأ. الجزء الرابع، اقتصاد النوايا أو بيع خطوتنا اللي جاية. الموضوع دلوقتي بيتطور لحاجة أخطر بكتير. إحنا بنتحرك من اقتصاد الانتباه لاقتصاد النوايا. الفرق يبان كلمة واحدة، بس هو فرق بين السماء والأرض. اقتصاد الانتباه كان بيبيع اللحظة الحالية، لكن اقتصاد النوايا عايز يبيع اللحظة اللي لسه ما جاتش، عايز يبيع قرار لسه بيتكون جوه دماغنا. طب ده شكله إيه على أرض الواقع؟ تخيل المساعد الذكي اللي في تليفونك يقولك فجأة شكلك مرهق النهاردة، فاكر الفيلم اللي كنت بتتكلم عنه؟ أنا ممكن أحجز لك تذكرة دلوقتي. هنا الموضوع بقى يخوف، ده مش مجرد رد فعل الأمر، ده استباق وتوجيع للنوايا نفسها. وده هيتم إزاي؟ عن طريق تحليل كل حاجة فينا، طريقة كلامنا، نبرة صوتنا، الكلمات اللي بنستخدمها، ميولنا السياسية، بنحب الإطراء ولا لأ، وطبعاً تاريخنا كله على الإنترنت. الهدف النهائي مش بس إنهم يفهمونا، الهدف إنهم يوجهونا، يخلونا ناخد قرارات معينة من غير ما نحس إن في حد أصلاً بيوجهنا. ونوصل للنقطة الأخيرة والمهمة، القسم الخامس. كل ده تمنه إيه؟ إيه هي عواقب تحويل الانتباه لسلعة؟ أصل المشكلة كلها في فكرة واحدة أساسية، إننا بقينا نتعامل مع انتباهنا كأنه بطاطس وطماطم في السوق، سلعة بتتباع وتتشرى. بس انتباهنا ده مش سلعة، ده جزء من كياننا، من شخصيتنا. ولما نحوله لسلعة بنفتح الباب للسوق مفترس ما بيحترمش أي خصوصية، سوق بيقتحم حياتنا وبيوتنا وفي الآخر عقولنا. والنتيجة؟ الأضرار واضحة قدامنا كلنا، خصوصيتنا بتداس، الخط الفاصل بين حياتنا الشخصية والإعلانات بيتمسح، وبنلاقي نفسنا في سباق محموم على انتباهنا المحدود أصلاً. وده بيشجع على تطوير تكنولوجيا كل همها إنها تخترق دفاعاتنا عشان توصل لنا. وده بيخلينا نختم بسؤال واحد بيلخص القصة دي كلها. لو انتباهنا هو السلعة اللي بتتباع وبتتشرى، يبقى مين فعلا اللي ماسك الدفة؟ مين اللي بيتحكم بجد في قراراتنا واختياراتنا؟ سؤال يستاهل مننا كلنا وقفة طويلة.